الجميل. النادي ده سعى فيه الدكتور احمد الخولاني، واتى واكمله الدكتور علي ابو عمر نقيب بورسعيد، وكان العقد مخصص باسم النقابه العامه للاطباء البيطريين. فوجئنا في الاسبوع الماضي بقرار من هيئه المكتب وبعض اعضاء المجلس بان النادي سيتم تحويله الى نقابه بورسعيد الفرعيه، هيكون مخصوصا بنادي بورسعيد الفرعي بنقابه بورسعيد الفرعيه، مع تمويل النادي بمبلغ 2,700,000، وهذا مخالف قانونا، على ان ترد النقابه الفرعيه ببورسعيد قيمه 2,700,000 للنقابه العامه من خلال ايرادات النادي بعد بنائه بعامين. يبقى النهارده وفي حاله عدم سداد نقابه بورسعيد الفرعيه يتم الحجز على مقر النقابه الفرعيه ببورسعيد وايجاره واخذ الايجار كمستحقات للنقابه العامه، علما بان مقر النقابه الفرعيه ببورسعيد هو ملك للنقابه العامه بموجب العقود وبموجب الاصول وبموجب القانون.